بسم الله الرحمن الرحيم. قصتنا النهاردة بتدور حوالين شخصية حسن. حسن شخص عادي جدا زي أي شخص عايش في مصر، عنده 40 سنة وشغال في أحد المصانع اللي موجودة في أحد الضواحي الريفية. بيشتغل 12 ساعة علشان يقدر إن هو يجيب مصاريفه. بيشتغل 12 ساعة وبعد ما بيخلص الشغل بتاعه بيروح في قطر الساعة 8 واللي بيركبه بشكل شبه يومي أو يوميا من المحطة اللي قدام المصنع أو الضاحية اللي جنب المصنع، وبيركب بعديها حوالي 8 محطات علشان ينزل في المحطة البلد أو القرية اللي ساكن فيها، وبيقضي المشوار ده تقريبا بشكل يومي. والقطر اللي كان بيركبه حسن كان بيجي المحطة الساعة 8 بالظبط، بيوصل للمحطة اللي كان بيركب منها من عند المصنع الساعة 8، وبعديها بيعدي حوالي 8 محطات بالظبط علشان ينزل في القرية بتاعته. حسن عشان بيركب نفس القطر كل يوم فهو متعود على الأشخاص والناس اللي بيشوفها في القطر، تقريبا نفس الأشخاص اللي بيركبوا معاه، لأن هم كمان بيكونوا راجعين من أشغالهم في نفس العربية. طبعا مش لازم يكونوا كلهم بنسبة 100%، لكن على الأقل بيلاقي شخص أو 2 هم الأشخاص اللي بيشوفهم كل يوم. لكن في مرة من المرات اللي كان بيركب فيها القطر لاحظ وجود راجل عجوز. الراجل ده تقريبا أول مرة يشوفه موجود معاه في القطر. عادي ما فيهاش حاجة، يعني القطر كله ناس غريبة، مش حاجة ملفتة قوي يعني. لكن الملفت فيه واللي حسن أخد باله منه ان الراجل ده بيتمتم على طول ما هو قاعد بيتمتم بكلام كده مش مفهوم، كأنه بيتكلم بعصبية او بيكلم حد في خياله او بيزعق لحد، وبيتكلم كده وعلى وشه تكشيرة غريبة، عمال يتكلم ويتمتم لحد ما بينزل. يوم بقى في التاني في التالت وحسن عادي بيشوف الراجل ده بشكل يومي او شبه يومي لان هو ما بيشوفوش كل يوم. لكن في يوم من الايام اللي ركب فيها الراجل العجوز ده بص لحسن كده وقام من مكانه وجاه قعد جنبه. والراجل ده كان معاه كده زي اكياس وكراكيب قديمة كده، راح جاي حاططها قدام حسن وقعد جنبه. المهم حسن فضل ثابت وقاعد في مكانه علشان ما يحسش ان في حاجة يعني او ما حسسوش ان في حاجة. المهم بقى الراجل ده قعد يكلم حسن يقول له ازيك عامل ايه، انا بشوفك كل يوم. قال له اه يا حاج انا بركب القطر ده على طول. فبيسأل حسن وبيقول له وانت من البلد هنا يعني ولا انت غريب عن البلد لسه جاي جديد؟ فبيقول له يعني ان هو بقاله حوالي 3-4 سنين بس موجود في المكان هنا، وهو شغال في مصنع موجود في المحطتين اللي فاتوا اللي لسه راكبهم. فرد على حسن وقال له اه مصنع الورق. فاستغرب قال له اه فعلا مصنع الورق، انت عرفت ان انا شغال فين؟ رغم ان كان في المكان ده اكتر من مصنع متواجد ليه تخصصات وحاجات مختلفة يعني. فحسن يعني ما اتكلمش على اساس ان دي بالصدفة يعني. فبيقول للحسن تعرف ان انا كنت مدير الشركة دي؟ فحسن بيستغرب كده ويبصله، وطبعا بما انه راجل يعني باين على وضعه ايه، فحسن يعني ما بيعبرش كلامه قوي او ما بياخدش كلامه على محمل الجد قوي، على اساس ان هو راجل كبير يعني وممكن يقول اي كلام. ممكن يقول ان هو سافر القمر، ممكن يقول ان هو كان معاه ملايين، وهكذا بقى كلام الناس المكذوبة اللي بتبقى موجودة في الشارع دي. حسن قعد يساومه ويقول له اه جميل، ويفضل يتكلم معاه، والتاني يفضل يقول له كلام غريب ويقول له ان هو كان صاحب الشركة وان هم طردوه وان مراته خدت اللي وراه واللي قدامه وهكذا. فحسن بيقول له اه، وبيبتدي ان هو يبان ان هو متأثر يعني مع القصة اللي بيقولها دي، وبياخد بعضه وبيمشي لما بتيجي المحطة بتاعته ولا كأن في حاجة. طبعا حسن ما بياخدش الكلام بمحمل الجد قوي على اساس ان هو راجل من الناس اللي هي المكذوبة اللي هي بتلف في الشارع وبتحكي قصص واوهام وحاجات غريبة ممكن اي حد ما يصدقهاش يعني. وحسن كان من الناس اللي ما صدقتش القصص دي اساسا. المهم بيعدي اليوم عادي وحسن بيروح الشغل تاني يوم علشان يرجع برضه ويروح في نفس القطر اللي بيروح فيه بتاع الساعة 8. وسبحان الله حتى العربيات لما بيغيرها بيلاقي كل شوية الراجل ده قاعد في العربية اللي موجودة،
كأنها صدفة غريبة الشكل، صدفة بتخليه يشوف الراجل ده كل يوم في نفس العربية اللي هو بيركبها بشكل عشوائي أساسا. لكن حسن ما بيركزش وبيعدي الأمور زي أي واحد بيبقى راجع من الشغل تعبان ومش شايف قدامه وعايز يروح البيت عشان يترمي على السرير وينام. المهم بقى الراجل ده بيجي لحسن تاني وبيكلمه عن أخبار الشركة إيه وأخبار المصنع عندكوا إيه، ولسه فلان الفلاني ده ماسك رئاسة المجلس الإدارة بتاعت الشركة. فحسن بيستغرب وبيقول لنفسه هو عرف منين ده فعلا اسم الشخص رئيس مجلس إدارة الشركة دلوقتي اللي هو شغال فيها؟ ازاي بيعرف المعلومات دي وهو أساسا لا بيدخل الشركة وتقريبا ما يعرفش حد في الشركة، وده مش منظر حد يتكلم مع حد في الشركة أساسا. فبيسأله حسن ويقول له وانت بتعرف الكلام ده منين؟ انت تعرف حد بيقول لك الحاجات دي من جوه الشركة؟ يعني تعرف حد بيكلمك كل يوم؟ فبيبص لحسن كده وبيضحك ضحكة أو نص ابتسامة وبيقوم وبيسيب حسن. تقريبا الراجل ده يوميا بيقول له معلومة جديدة في الشركة هو أساسا ما يعرفهاش، ومعلومة عن الناس اللي كانت موجودة، ومعلومة عن الناس اللي نصبت على الشركة، وهكذا. ده كمان قال له تفاصيل حكايته مع مراته اللي هي خدت كل فلوسه وقلشته وسابته، واللي هو بعدها اتدمر خالص. كل ده وهو عمال يتكلم معاه كل يوم وبشكل يومي. الغريبة بقى ان بعد فترة من الفترات او بعد فترة كبيرة جدا من ان هو يشوف الراجل ده تقريبا اختفى تماما من القطر، ما بقاش يشوفه، لدرجة ان هو حسن نفسه بقى يمشي في القطر كده يشوف الراجل ده موجود فين، على حب الفضول، يعني حبا للفضول، يعرف المعلومات اللي بيقولها، يعرف الكلام اللي بيقوله، ويقول له معلومة جديدة ما يعرفهاش. فتقريبا فص ملح وداب وكأنه ما بقاش موجود اساسا في الدنيا. وطبعا مفيش حد موجود يقدر ان هو يسأله عن الراجل ده، لان محدش اساسا مهتم بيه ومحدش مهتم يعرفه ومحدش مهتم الراجل ده بيجي منين ولا بيروح فين، زيه زي اي حد كده بيبقى نفس الشكل بيبقى موجود في القطورة بتاعت الضواحي. المهم في يوم من الايام اللي كان فيها نازل المحطة بتاعته بيلاقي وبياخد باله ان قاعد على المحطة الراجل اللي كان بيدور عليه ده، الراجل المكذوب الغريب اللي كان موجود معاه في القطر وبقاله فترة بيكلمه، لقاه موجود على المحطة وقاعد بيكلم نفسه. المهم راح له جري وقال له ازيك عامل انت فين امال؟ قال له انا موجود بس كان عندي شوية مشاكل كده كنت بخلصها. فهو بيستغرب يعني مشاكل ايه اللي عندك وايه اللي عندك اساسا؟ انت ما عندكش حاجة تفكر فيها؟ المهم ما بياخدش بكلامه. فالراجل بيقول لحسن انت تعرف لازم تسمع كلامي في الحاجات اللي انا هقول لك عليها دي. وبدأ يكلمه ويحكي له عن حاجات زي ما يخليش مراته معاها كل الفلوس او ما يكتبش لمراته حاجات، او الحاجات دي كلها اللي تخليه ياخد حذره من مراته دايما. طبعا هو كان عارف هو بيقول له الكلام ده ليه، لان عنده تاريخ اسود اساسا من الحاجات اللي هو قالها له دي، فيضطر ان هو يحكي الحاجات دي ويقول لأي واحد ياخد باله من الحاجات اللي وقع فيها دي. حسن بيعمل معاه نفس الحاجات اللي كان بيعملها قبل كده، ان هو يقول له تمام خلاص هعمل اللي انت هتقول عليه، بشكل يعني هزار وبضحك. هو كان مستني اي معلومة جديدة يكلمها له عن الشركة، لكن ما قالهوش حاجة عن الشركة وسابه ومشى. طبعا وهو ماشي عمال يدور الكلام اللي الراجل ده قاله له بخصوص ان هو ما يضمنش اي حد ويخلي باله وما يكتبش اي حاجة لمراته ولا يخلي معاها الفلوس ولا الكلام ده كله. وطبعا دماغه بتلف وبتجيب بسبب كل الكلام اللي هو بيقوله له، وبسبب الوضع اللي هو بقى فيه حاليا، على اساس ان الوضع اللي بقى فيه حاليا ده سببه ان مراته اللي خدعته وسببت له كل المشاكل دي. وفي اليوم ده اللي كان قابله فيه حسن كان سأله عن اسمه ايه، قال له قول لي الحاج عرفان. فتمام طبعا ما ركزش كتير، هو اسم يبدو ان هو اسم حد قديم يعني، فتمام يعني ما ركزش علشان يعرف اسمه بس علشان بعد كده لما يتكلم معاه تاني. المهم بقى بالصدفة البحتة في يوم من الايام اللي كان قاعد فيها في الشركة وكان موجود فيها عند مكتب رئيس مجلس الادارة، وجنب مكتب رئيس مجلس الادارة في تابلو كبير كده موجود عليه اصحاب الشركات اللي هم مسكوا منصب رئاسة الشركة
لفترات طويلة، واللي مسكوا الشركة لفترات قبل كده يعني على القديم، يعني على النظام القديم. فبيلاقي صور كل مديرين الشركة كانوا موجودين مع بعض على أساس اللي تخليدا لذكراهم وكده. فبيبص كده على الصور دي كلها وبيلاحظ حاجة غريبة. بيلاحظ ان مع الناس اللي موجودة في التابلو الصور دي موجود فيها واحد اسمه عرفان عبد السميع عرفان، وشكله شبه شكل الراجل اللي بيلاقيه على طول في القطر وبيكلمه. ايه ده؟ هل فعلا الموضوع بجد؟ هل فعلا الراجل ده بيكلمه بجد؟ وان هو فعلا كان موجود هنا في الشركة؟ هو كان مدير الشركة اساسا. من ساعة ما حسن شاف الموضوع ده وشاف الصورة بتاعت الراجل متعلقة في الشركة عنده، وهو دماغه بقت تودي وبيجيب، وبقى يكلم مع ناس وبقى مش عارف يكلم مين تاني يسأله عن الراجل ده بالذات، وخايف ان هو يلفت الانتباه او يثير الشبهات عند حد، خصوصا ان الراجل ده حالته ووضعه بقى غريب جدا حاليا، حالته بقت سيئة جدا. فهو خايف ان هو يسأل عن الراجل ده يثير شبهات حاجات ما او يثير مشاكل ما كان الموضوع ده مقفول عليها، فاضطر ان هو ما يسألش حد وما يسألش عن حد وياخد بعضه ويمشي. لكن من ساعة ما شاف صورة عرفان عبد السميع عرفان اللي متعلقة عنده في الشركة جنب مكتب رئيس مجلس الإدارة وهو مش على بعضه، حسن بقت دماغه تودي ويجيب. وللأسف من ساعة ما شاف صورة الراجل ده وهو ما بيبانش تاني خالص، كأنه اختفى تماما، لا بعد يوم ولا بعد أسبوع ولا بعد شهر. المهم بقى حسن بيبدأ ان هو يفتح الكلام ده مع مراته وبيحكي لها الكلام بالتفاصيل كده مترستق من الاول، من ساعة ما شاف الراجل ده بشكل تدريجي موجود في القطر لحد ما الراجل ده بدأ ان هو يجي يكلمه ويتكلم معاه ويتعرف عليه وكأنه يعرفه ويتكلم معاه عن الشركة اللي هو شغال فيها. وده اللي استغربه جدا، ان ازاي الراجل ده بيكلمه عن الشركة بتاعته وازاي عرف اساسا ان هو شغال في الشركة دي. ده كمان الراجل ده او المكذوب ده اللي شكله يعني يبان ان هو بينام في الشارع بيقول له ان هو كان مدير الشركة دي في وقت من الاوقات، وان هو ضحك عليه في فلوس، وان مراته كمان ضحكت عليه، وان هي خدت اللي وراه واللي قدامه وهكذا. بدأ ان هو يحكي لمراته كل التفاصيل اللي سمعها وكل اللي شافه وكل اللي عرفه، وان كل الكلام اللي الراجل قاله ده صح، لحد ما لقى اساسا شكل الراجل وصورته متعلقة في الشركة على اساس ان هو كان واحد من اللي مسكوا الشركة واسمه عرفان عبد السميع عرفان. مراته بتشاركه الافكار بتاعته، بتقول ان لازم يتقص على الراجل ده ويعرف الراجل ده مين وايه حصل له في حياته بعد كده. وفعلا حسن بيتشجع من كلام مراته وان هو خلاص هيبتدي ان هو يكلم ناس موجودة في الشركة على المتغطي كده، يبدأ ان هو يسأل عن الراجل ده ويعرف ايه تاريخه وايه اخباره. والمهم في وقت الساعة البريك اللي كانوا بينزلوا يتغدوا فيها في نص اليوم، بيبدأ ان هو يكلم حد من الموجودين في الادارة معاه وبيضحك معاه كده وبيقول ده انا شفت حتى التابلو ده شكله جميل جدا، موجود فيه رؤساء الشركة وموجود فيه الناس دي كلها. بيقول له احنا لازم نخلد ذكرى الناس اللي موجودة واللي كانت موجودة وكان ليها خير على الشركة والشركة ليها خير عليهم، واللي ساهموا في الشركة واللي ساعدوا ان الشركة دي تتطور وتبقى افضل. لكن حسن هنا بيقاطع الراجل ده وبيقول له ده حتى في شخص اسمه عرفان عبد السميع عرفان، وده انا اول مرة اسمع عنه وما اعرفش عنه حاجات كتير. هنا الراجل بيقاطع وبيقول له اشمعنى الراجل ده بالذات؟ فحسن كده بيتلقلق وبيقول له عادي، يعني اصل الراجل ده اول مرة اسمع عنه وما اعرفوش. فحسن بيقول له يعني انت تعرف كل الناس اللي موجودين ما عدا الراجل ده؟ قال له بلقلقه وتردد كده يعني اعرف عنهم معلومه واتنين، لكن ده انا ما اعرفش عنه اي حاجه. وهنا بيبتدي الراجل يسرد له القصه كلها ويقول له ان الراجل ده اساسا كان فعلا موجود في فتره من الفترات اللي ازدهرت فيها الشركه جدا، واللي كان بيخش الشركه ملايين مكاسب بشكل شهري، واللي كانت الشركه والاداره بتاعتها يعني في اعلى مستواها. لكن الراجل ده كان على طول مآمن مراته يعني، وبيشيل معاها الفلوس بتاعته وبيتاجر وكل حاجة كانت باسم مراته. واللي حصل بعد كده ان مراته استغلت ده وبدأت ان هي تاخد اللي وراه واللي قدامه
وفجأة لقاها خلعت منه تماما ومبقتش موجودة بعد ما اخدت فلوسه واخدت الحاجات اللي كانت موجودة كمان او مكتوبة باسمها. واللي الموضوع ده سبب للراجل امراض كتيرة جدا، امراض كلها ذهنية، ما بقاش عارف يعيش الحياة بشكل طبيعي، وكأنه الراجل دماغه فلتت على الاخر، لدرجة ان هو اضطروا ان هم يفصلوه من الشركة بشكل قسري بعد ما كان مضطرب تماما ومش عارف يدير الشركة ولا ياخد قرارات. وبعد ما كانت الشركة مزدهرة تماما، الشركة دي انحطت تماما في الارض. فحسن بيهز راسه كده وبيقول له تمام، اقول لك بقى الصراحة اني انا ليه عرفت قصة الراجل ده او سألت قصة الراجل ده ليه. فالشخص التاني اللي من الشركة او من ادارة الشركة بيقول له قول ليه. قال له لان انا بقالي فترة بلاقي الشخص ده موجود قدامي، وكان سألني قال له مين ده اللي قدامك؟ قال له عم عرفان. قال له عم عرفان ازاي؟ ده عم عرفان مات من 10 سنين. قال له يعني ايه مات من 10 سنين؟ قال له الراجل ده مات بعد ما خسر كل حاجة وبقى قاعد في الشارع، وكان اخر ايامه في دار للمسنين، واللي توفى بعدها، والكلام ده من 10 سنين. حسن كده بيبص في الارض بيقول ازاي؟ قال له انت ليه بتسأل الكلام ده وبتقول ازاي؟ في حاجة؟ حسن بيبص له كده بيقول له لا مفيش حاجة خالص، وبيسيب الاكل وبيقوم. ومن ساعة ما عرف المعلومة دي وهو مش على بعضه، واللي بيتأكد فعلا من وفاة الراجل ده ان هو كان فعلا متوفي من 10 سنين في دار للمسنين ولكبار السن، بعد ما الدنيا كلها اتقفلت في وشه والدنيا باظت معاه. حسن صاحب القصة الأصلية بيقول ان هو مش مستوعب اللي كان بيحصل. هو اللي كان بيحصل ده حلم؟ هو انا كان بيتهيألي؟ طب وبيتهيألي ازاي بعد ما عرفت كل المعلومات دي، وبعد ما الراجل كان بيقابلني بشكل شبه يومي اساسا وبيتكلم معايا؟ وهل الراجل ده اساسا ما كانش موجود وانا كنت بتكلم مع نفسي في القطر وكنت باين ان انا مجنون مثلا؟ الكلام مش منطقي تماما. بيروح يقول لمراته نفس الكلام وبيقول لها النتيجة اللي وصل لها ان الراجل اساسا ميت من 10 سنين. فمراته بتتخض كده وبتقول له ازاي؟ انت بتتكلم مع مين؟ فقال لها اقسم لك بالله الراجل اللي كان موجود ده هو عرفان، نفس عرفان اللي انا شفت الصورة بتاعته موجودة في المكتب بتاع الادارة. حسن بيقول ان هو بعد كده بطل ان هو يركب القطر خالص، رغم ان هو الوسيلة الاسهل والايسر ليه، وبدأ يشوف مواصلات تانية، خصوصا بعد اللي حصل ده، وخصوصا بعد اللي عرفه والمعلومات الجديدة اللي عرفها واللي خلته اساسا يتشائم ان هو يركب قطورة تاني. عايز اقولك ان حسن بيقول ان القصة دي فعلا غيرت حياته 180 درجة، لان كده ساعات الواحد بيعدي بمواقف وحاجات العقل البشري مش بيستوعبها ولا العلم بيفسرها، حاجات كده موجودة ملهاش معنى وممكن يكون ملهاش وجود كمان. وزي قصص حسن مع عرفان، في قصص تانية كتيرة هتتحكي عن ناس تانية حصلت لهم مواقف شبه دي، يمكن مواقف أسوأ ومرعبة أكتر كمان. علشان تتابع الحلقات ياريت تدوس سبسكرايب وتعمل لايك للفيديو لو عجبك، ولو ما عجبكش كمان قول لي رأيك في الكومنتات. لو عجبتك القصة أو عندك قصة جديدة ياريت تكتب لي في الكومنتات. كان معاكم محمد فوزي، واشوفكم الحلقة الجاية والقصة الجاية ان شاء الله، وسلام.